السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير للجميع. كنت بتكلم في موضوع مشاهير السوشيال ميديا. والله يا جماعة الخير إنهم غلابة وطيبين وفرفوشين ويحبوا الونسة وزي زيك. بعضهم والله العظيم إنه يحب يتونس كده. يعني لا تشوفوا إنه اللي عنده نجمة ولا هذا إنه هو إنسان مرة يعني كلاس. لا والله عاديين جدا، وترى شغالين برواتب، يعني موظفين. يعني ما أقول لك إنه كل واحد عنده مليارديرات ولا ملايين، ترى حالتهم حالة والله العظيم، مرة حالتهم حالة. ويدوب يدوب يدوب يعني مستأجرين، يعني اللي مستأجر له شقة واللي مستأجر له ما عنده يمكن نادرا تلاقي واحد عنده ملك ورث لا من أبوه ولا من أهله، ولا البقية كلهم ترى على وظائفهم أو على الإعلانات البسيطة اللي بتجيهم دخل. وإذا ما سوى زي كده، ما اشتغل على نفسه، ما حيلاقي شيء. فلا بد يوميا يشتغل، لابد. يعني اللي تشوفه عنده مثلا يصور بفيلا ولا سيارة ولا فخمة، هذه كلها إيجارات. لازم يشتغل على نفسه، لازم ياخذ السيارة. أو بعضهم يكون عنده، قلت لكم، ملك، سيكون ورث من أبوه، أو عنده ما شاء الله دخل ثابت كويس. لكن أكثرهم يدوب على نفسه، يدوب. يعني فجأة واحد تلاقيه ما شاء الله تبارك الله جته النجمة، أو فجأة صار عنده شهرة. فجأة ما هي الهرجة، ما هي فلوس، ما عنده فلوس ترى. بس لازم يشتغل على نفسه، لازم يشهر نفسه، لازم يروح يمين وشمال عشان يبدأ يدخل على نفسه فلوس. وهذه حكايتهم، ولا هم غلابة ومساكين. والله العظيم إنه في بعضهم، والله العظيم إنه تلاقيه مشهور وحالته حالة، ما عنده يعني دخل حتى والله. فالحمد لله على كل حال. بس حبيت هذا للتوضيح بس. هم أخواننا ومننا وفينا وحبايبنا، وإذا شفنا بعض يعني بالعكس نحب بعض ونسلم على بعض. ما حد صراحة يهرج على الثاني، الكل سواسي. زي ما قلت لكم، أغلب منهم ما في غلابة.